تخيل إن فكرة الأسانسير اللي بنركبها كل يوم بدأت من أكتر من 4000 سنة، مش في نيويورك ولا في باريس، بدأت هنا في مصر لما الفراعنة كانوا بيرفعوا الحجر. مش بس كانوا بيبنوا هرم، دول كانوا بيبنوا أول فكرة للصعود، فكرة الإنسان اللي عمره ما رضي يفضل تحت. الفراعنة ما كانوش يعرفوا يعني إيه موتور، لكن كانوا فاهمين يعني إيه هندسة. استخدموا منحدرات ترابية وسلالم ضخمة عشان يحركوا عليها الكتل الحجرية اللي وزنها بيوصل أطنان. وكمان كانوا بيبلوا الرمل تحت الزلاقات الخشبية عشان يقللوا الاحتكاك بينها وبين الأرض فتسهل حركتها أكتر. وفي شغل الري استخدموا روافع بسيطة زي الشادوف، فكرة بتعتمد على الأوزان الموازنة. لكن المدهش بجد إن في دراسات جديدة بتقول إنهم تقريبا استخدموا أسانسير مائي بدائي. النظرية دي بتقول إنهم حفروا بئر عمودي وكانوا بيملوه مية فالحجر يطلع ويطفو لفوق، بعد ما يوصل يفرغوا المية دي فالحجر ينزل في مكانه بالظبط. النظريه ديت لسه عليها خلاف، ولكن اللي معلوش خلاف ان الفراعنه كانوا عباقره في فكره الصعود. بعد كده جه عالم يوناني اسمه ارخميدس، كان بيفكر ازاي ارفع حاجه تقيله من غير ما احتاج لجيش من العمال. فاخترع نظام بسيط جدا عباره عن حبال ملفوفه حوالين بكره خشب كبيره، ولما الحبل يتلف البكره ترفع الحاجه لفوق. ايه اللي بيحرك البكره ديت؟ بشر او حيوانات بتلف عمود الخشب. فكره بسيطه جدا ولكنها كانت اول اسانسير بدائي في التاريخ. بعد كده الرومان خدوا الفكره ديت لمستوى مجنون. في الكولوسيوم اكبر مسرح في روما كان في شبكه انفاق تحت الارض اسمها هيوجيوم. جوه الانفاق دي كان في عشرات من الاسانسيرات الخشبيه، مش عشان الناس لكن عشان الاسود والمصارعين والديكورات المسرحيه. كل اسانسير بيشغله 8 رجاله بقوتهم البدنيه، يعني تشغيل 28 اسانسير كان محتاج اكتر من 200 بني ادم. الاسانسير كان عباره عن قفص خشب مربوط بحبال وبكرات واثقال موازنه، ولما يجي وقت العرض يفتحوا باب سري في ارضيه المسرحيه ويطلع منه الاسد فجاه قدام الجمهور. بعد كده زاد عدد الاسانسيرات لحد 60 اسانسير، وده يوريك قد ايه الرومان كانوا عباقرة في العروض والهندسة. اسانسيرات الكولوسيوم كانت اول تجربة تفاعلية في التاريخ. نرجع بقى لفرنسا سنة 1743 لما الملك لويس الخامس عشر قرر انه مش هيطلع السلالم تاني، فعملوا له اختراع اسمه الكرسي الطائر، اول اسانسير ملكي في التاريخ. كان معمول عشان يرفع شخص واحد، كان بيشتغل باثقال موازنة وبكرات خشب. لما الملك يقعد وزنه ينزل الكفة التانية فيرفع الكرسي بهدوء من طابق لطابق. كان بسيط جدا بس عبقري في فكرته، ودي كانت أول مرة الأسانسير يبقى رفاهية مش ضرورة. لكن النقطة الفاصلة جت سنة 1854 لما المهندس الأمريكي إليشا أوتس وقف فوق أسانسير وقال بصوت عالي اقطعوا الحبل. الناس صرخوا، بس الاسانسير ما وقعش لان اوتس كان اخترع اول نظام امان يمنع الكابينه من السقوط. واللحظه دي خلت العالم كله يصدق ان الاسانسير مش خطر، وان ممكن يبقى وسيله امان قبل ما يبقى وسيله نقل. بعد اوتس الدنيا اترفعت بمعنى الكلمه، ناطحات سحاب، مدن عملاقه، ابواب اوتوماتيكيه اللي بتقفل وتفتح في جزء من الثانيه، والموسيقى الهاديه جوه الاسانسير عشان الناس ما تتوترش. الاسانسيرات مش بس وسيله نقل، ده بقى عقل بيحسب وبيفكر وكمان بيتعلم. النهارده في اسانسيرات بتشتغل بالمغناطيس بدل الكابلات، ومش بيتحرك فوق وتحت بس، لا دي كمان بيتحرك بالعرض يمين وشمال. انظمه اسمها ميجلين، نفس فكره الاطارات المعلقه، مفيش احتكاك، مفيش صوت، وكمان سرعه خرافيه. وفي اسانسيرات ذكيه بتتصل ببعضها عشان تعرف كل واحده رايحه فين، فتوزع الركاب من غير ما حد يتاخر. والاغرب ان في شركات دلوقتي بتطور اسانسير للفضاء. تخيل كابل طوله اكتر من عشرات الاف الكيلومترات طالع من الارض لحد محطه فضاء فوق، اسانسير ينقل الانسان من الارض للمدار من غير ولا صاروخ ولا وقود. اللي بدأ بحبل وبكرة خشب بقى بيفكر بالفعل يطلع للسماء. الفراعنة رفعوا الحجر، وإرخميدس رفع الفكرة، وأوتس رفع الأمان. والنهاردة بقت كل طلعة في الأسانسير هي نتيجة لآلاف السنين من المحاولات، من الحبال للمغناطيس ومن الأهرامات للفضاء. وأنا يوسف
فني الأسانسيرات، وباقول لك إن الإنسان من أول يوم عمره ما رضي يبدأ البحر.